السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. المجموعة دي يا جماعة زي ما انتم شايفين كده طبعا حاجة بشعة جدا، منظر بشع. أنا آسف طبعا اللي انتم شايفينه. حاجة شنيعة طبعا، ولكن هي دي فكرة الفيديو ده، إن أنا ألعب وأكسب بمجموعة كلها فخاخ بس. مفيش ولا وحش ولا ورقة عجيبة ولا أي حاجة، هي بس فخاخ. حلو ده، نجرب. الله، أنا نفسي في ده من زمان، ده اللي هو يطلع كده على طول. يا سلام، حلو ده. بص، كمان نحمي ورقنا عشان ما يتدمرش، وكمان نحط حاجة تحمينا اصلا من الهجمات لو خش ثغرة. هات كده، ابدأ كده، ابدأ بسم الله بسم الله. سلام بقى لو يلعب واحدة نزاهة احسان طمع، هتبقى كده بداية النهاية. طبعا يا جماعة انا مش محتاج اوضح يعني واشرح ان انا بلعب ضد جوي، لان المجموعة الهاطلة دي ما ينفعش خالص ضد الناس اونلاين، يعني اكيد. يعني الموضوع هيبقى عندك فرصة 1 في المليار ان انت تكسب تقريبا، فمش محتاجينها يعني. خلي دي بحيث انه لما يبقى يرص كتير. حلو حلو، رص كمان رص كمان. نيجي في مرحلة معينة كده ونروح رازعين واحدة من دي، ندمر كل وحوشه، وعلى كل وحش هيخسر 600 نقطة بسبب تأثير الكارت ده. ماشي يا عم، هات هات وماله، مفيش مشكلة خالص. طيب ده كليك يمين. اوه اوه اوه، حلوة دي حلوة دي، يا ريتني عندي مكان هنا. طب اقول لك، يا سلام سهلة تتفعل دي. حلو الكلام. والدور اللي بعده ما اشيلها، هدمرها واحط ده بدلها، ولما يضرب ارد له الضربة. حلوة، يا سلام عليك. ولما يجي الوحش الخامس بقى ندمر كله بقى. يلا بينا، خطة في منتهى الدهاء. حط ده. انا كده بس مستني نحط وحش خامس ويهاجم. خد، ادي اول حاجة نضره بيها، ونقطنا متقل، وده مش كويس خالص. الله، في وقتك يا جدع. خد يالا، خد يالا. 3000 ضرر على 5 وحوش اللي اتدمروا. حلو قوي الكلام ده. دي لو نزلت هتسخن الموضوع اكتر بكتير، وعليا وعليه يعني، مش عليه لوحده. ده انا حتى اقل منه 100 نقطة، الوضع صعب جدا. وانا اصلا في حالتي دي يعني غالبا انا اللي هستخدم اساسا يعني الخاخ، وهرميهم اكتر ما هو هيرمي تقريبا. ماشي ماشي، مش عارف يهاجم بيهم يا عيني. الوضع متأزم جدا، لازم نتصرف. اقول لك انا، بص، هو احنا ده مع ده وان شاء الله المكسب جاي، بس نخططها له ازاي؟ طيب تنزل بده خلاص، ولا كفايه 2 يا عم؟ كفايه 2 يا عم. اصل مفيش اماكن، مشكله مفيش اماكن، هتعمل ايه طيب؟ لو حطيت واحد يجي ورقه اقوى منها وتقول يا ريتني. هوبا، ده بيلعب، ده طلع خطر. هوبا، ده بيرص. ايوه ايوه، كمان 300. يا ايوه، فاضل بس ينزل 100 نقطة كمان، واقدر استفيد بعدها بالفخ الحلو ده. الله الله، هو ده الكلام المظبوط. بص، خد دي وبالهنا والشفا. بس انا اقولك على حاجة حلوة، انا مش محتاج اقوى وحش عنده، يعني كفاية قوي ده، لان انا كمان هاخد نفس الضرر، ما ننساش. وخد بالك ان انت هتخسر 600 نقطة على كل كارت هيترمي من عندك. بص، الوضع صعب جدا، هخسر 600 كمان انا اصلا. لما الفخ يترمي، بص بص بص، الموضوع صعب. هذا مستحيل، هذا غير معقول.
ما يصحش كده. هو ده اللي احنا بنقول عليه. طيب، وانا محتاج لك جدا، بس محتاج لي دي برضو جدا. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه انا؟ لا تعالي انت الاول. ما احنا لازم نضمن بس ان احنا مش هنروح في داهية، وبعدها بقى لما نشوف هنخسره ازاي. هو كده كده هيخسر اصلا تلقائيا لما يبقى يرمي كروت يعني. اي ورق هيترمي من عنده كده ولا كده هيضيع معاها خلاص. بس اهم حاجة لما يغرق، يغرق لوحده ما يجرناش معاه. حلو اوي. ارمي اي حاجة مش مهم. المشكلة ان انا على كل 500 اخدهم. نفس الدور هنبقى اخسر اصلا 600 بسبب ان انا رميت كارت. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه طيب؟ حلو، طلع عبيط. هو كده خسر تقريبا. ايوه، ما هو ضحى بوحشين. طب الحمد لله، الحمد لله. يا عم ده ايه المجموعة المستفزة دي؟ ايه الوحش العجيب ده؟ فارس الظلام. شكله عامل كده ليه؟ يمكن. يا سلام، اما جيم رخم. مبحبش والله ان انا اكرره تاني، بس عشان خاطركم بس يا اخوانا. والله الفيديو يعني ما ينفعش يكون قصير قوي كده وجيم واحد وبتاع. بجرب بس المجموعة على السريع وخلاص. لا، لازم نجربها مرة او اتنين، ومش عارف اكتر من اتنين ولا لا، لسه هنشوف عشان نتأكد انها شغالة. بس يعني تخيل انت تكسب جيم بفخاخ وبس. دي حاجة ما حصلتش في الحياة قبل كده، ولا حصلت؟ اكيد ناس عملوها، بس طبعا كل واحد بيرص الاوراق حسب ذوقه يعني. هنا هننزل بده. وننزل، لا دي بلاشها، مش سهلة خالص. ممكن يا باشا تنزل بده، وممكن نكتفي بكده حاليا، لانه ممكن يدمرهم اساسا، ما تضمنوش. حط ده. ولو ان كان المفروض، بس يعني جات عادي مش مهم. ارد له بقى مستوى تالت مستوى رابع، مش فارقة. حلوة. ودي برضو في حالتنا دي هتبقى حلوة لان مستوى تالت. طب تصدق ان انت هتنزل؟ عارف. يلا يا عم. اي وحوش مستوى التالت او اقل هنودعها، والمستوى الاكتر من كده مش هتهاجم اصلا. الكارت ده مع ده بيعملوا العجب. على فكرة يا جماعة، دي فكرة قوية جدا لمجموعة اللي يقدر ينفذها صح وحظه يكون حلو في الصح. هتبقى حلوة جدا يعني. تخيل ان الوحوش القوية ما تهاجمش، والضعيفة هتتدمر اصلا. فانت كده في السليم. المهم، مثلا نحط دي، بحيث ان لو حط حاجة ضعيفة وهاجمني بيها قبل ما الضعيف ده اصلا هيتدمر، مجرد بس اي هجمة تحاول تجيلي كده، اروح انا رازعه الفخ ده وادمر الكبير ده. استنى لما يرص. حلو كده في الراس قوي. ما ترسلوش تاني كده، خلاص هو كده بقى حلو. هات كمان واحد. ايوه بقى، يا مدلع، هات. خد. يس. 2500 500 على كل وحش في الملعب. في الملعب كله ولا في ملعبه هو؟ في ملعبه هو. ماشي، بس حلو والله. قشطة. طيب نحط دي كده. تمام. متخيلين ان هو لو عرف بس ان هو يدمر لي الفخاخ دي كلها ويهاجم، هو كده كسب اصلا يعني. تبقى مصيبة سودا، ربنا يستر. انت بتضحي ليه؟ انت عارف ان انت تخسر 300. والله مش بطالة. انا كده مطمن انه لو حتى هيدمرهم، دي هتشتغل قبل ما تتدمر وهتحميني. بص، ممكن نجيبها. اوه، هو مش هيدمرهم كلهم، ده هيدمر يعني اقوى ورقة فيهم اصلا. يا عفريت، والله حلوة منك. هيعرف يهاجم بيهم كلهم دلوقتي بقى، ولكني لن اسمح له. وهيكون جينزو. عمري ما شفت جوي بيستدعي جينزو، معرفش ليه ما بيستخدموش الصراحة. بص هقولك حاجة حلوة.
اولا انت خد دي في الاول بس، وبعدها خد دي ونشوف بقى اللي هيحصل ايه. انا اللي هختار من الاتنين زي بعض بالظبط يعني. ماشي ده عادي يا عم. انا مش شايف ليه هنكت شويه كده. انا مش فاهم هو احنا فين دلوقتي؟ انا مين؟ انا فين؟ انا ليه؟ انا ازاي؟ ماشي. احنا مين وانتوا مين واحنا فين؟ ايه الفيديو ده؟ طب يا سيدي عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين ندمرهم كلهم طبعا بالتأكيد. بس استنى هقولك، خد ده الاول وبعدها ده. ليه طبعا دي موجودة انا واخد بالي قشطة، بس هنتمادى شوية. ماشي، حاول نماطل يعني قصدي، على ما يجي حاجة عليها القيمة. وده كده تمام نقدر نستخدمه. حلو قوي. الغي الهجمة دي خالص. جميل جدا. هنا هنستفيد بده وهنستفيد بده وهنستفيد بده، ومبروك عليا الجيم. احمدك يا رب، احمدك يا رب، ربنا نصرني خلاص الحمد لله. 500 هيخسرهم كل دور، ودي اصلا عشان ما يهاجمش خالص، وكده احنا زي الفل. انا كده في السليم. كل ما هيرمي كارت او كارت عموما هيتدمر عنده، يتبعت للمقبرة، هيخسر 300. وكل دور اصلا لازم هيخسر 500 زي كده. احنا كده تمام جدا. يعني نقول ان المجموعة نجحت، ولكن محدش يحب ان هو يجربها ويلعب بيها. لا بجد والله، لان فعلا الموضوع مستفز قوي. يعني انت بتلعب فيه حاجات كتير يا اخي ناقصاك. يعني فين متعة اللعب؟ طيب انا مش مستمتع بالجيم ده خالص. بس لو الناس يعني كده بنرضي فضولهم ومستمتعين فتمام يعني. ربنا يفرحكم كمان وكمان، ربنا يفرحنا كلنا يا اخوانا والله. يا رب يكون التجربة عجبتكم والجيم بالنسبة لكم مقبول لذيذ. الفكرة اتفرجنا عليها ونفعت والحمد لله. كويس. بص الغبي. لا استنى، ده بيتحذف صحيح، بس ده مش بيجي ينقصوا حاجة على الحاجات اللي تتحذف صح؟ المفروض يعني. ايوه ما اتقالتش هي الحتة دي. تمام. جو يتهور لقى نفسه بيخسر، قال يتشقلب في الملعب يا جدعان. يا عيني عليك يا ابني، يا عيني على الحلوة لما تبهدلوا الايام. يا عم ارمي، يا عم يا عم ارمي اي حاجة، اي حاجة. كسبنا لك عاش وليك. حلو ده. تحس ان ده في شبه من ده يعني. ده لما بيتجوز بيخلف بيجيب لك ده، واخد لي بالك؟ هو ماشي. والله كان المفروض يخلوا ان ده لما بيحصلوا انصهاري مع حاجة بيطلع ده مثلا، ان هم فيهم يعني فيهم شبه فعلا. ما علينا. انا بدقق في حاجات محدش بيدقق فيها تقريبا يعني. ماشي ما علينا. المهم ادي المجموعة قدامكم. يعني مش عارف ليه واحد ممكن يعمل في نفسه كده، بس طبعا كل واحد فينا جواه حتة فضول كده، واتقال لي في الكومنتات، وانا كده كان لازم اعمل الفيديو ده، فكان لازم ينزل. بتمناش ان انا اعيد التجربة. الحقيقة الفيديو دي موجود في القناة، اللي حابب يبقى اشوفه ان شاء الله لبعد 20 سنة يجي يتفرج. مجموعة يوجي كلها فخاخ بس، وكسبنا الحمد لله. احمدك يا رب. طيب دي خليها نهاية الفيديو. يعني المجموعة صراحة ما تستاهلش ان احنا نطول عن كده خالص. خلي الكلام ده بقى في المجموعات التقيلة التقيلة يعني، اللي اللعب بيها بيكون كل مرة ممتع أكتر. لكن دي صراحة ما أحبش خالص. بس كده يعني. متنسوش اللايك يا ريت، سبسكرايب يا جماعة والله. معلش يعني اللي لسه مش مشترك يا ريت يشترك. اشترك بقى يا أخي بقى، يا أخي ما تتعبناش معاك بقى. يعني قناة لسه معدل الاشتراكات فيها واقع جدا. ما كناش كده احنا الأول والله. كان في أيام الواحد بياخد
وما شاء الله يعني الحمد لله 50 و60 سبسكرايب في اليوم الواحد يعني. دلوقتي بجيبهم في اسبوعين تقريبا، مش عارف ليه. فشدوا حيلكم معانا شويه، ما تنسوش الدعاء لاخواتنا في كل مكان طول الوقت. نتقابل على خير، والسلام.